الشرح ده ممكن يغير تماماً مفهومنا عن واحدة من أقوى الكلمات اللي بنستخدمها في حياتنا. كلمة بنخاف منها وبنحاول نحاربها طول الوقت، بس يمكن نكون فاهمينها غلط خالص. طيب خلونا نبدأ بسؤال بسيط ومباشر. ليه أول ما بنسمع كلمة إدمان بيجي في بالنا فوراً الموبايل، السوشيال ميديا، الكسل أو التسويف؟ ليه يعني عمرنا ما بنسمع حد بيقول أنا مدمن صلاة أو أنا مدمن مذاكرة؟ الإجابة ممكن تكون صادمة شوية، وهي إننا غالباً فهمنا المعادلة كلها غلط. الإدمان في حد ذاته مش هو المشكلة. المشكلة الحقيقية هي في الحاجة اللي إحنا مدمنينها. طيب، إزاي العقل بيتبرمج؟ خلونا ندخل أعمق شوية ونفهم السيستم ده شغال إزاي. الموضوع على فكرة مش ضعف شخصية ولا قلة إرادة زي ما كتير بيفتكروا، لأ، الموضوع أبسط من كده بكتير. المخ بتاعنا بيتبع معادلة بسيطة جدا: تكرار زائد مكافأة بيساوي ارتباط نفسي. أي حاجة بتدينا إحساس بالمتعة أو الراحة أو حتى الهروب من الواقع، العقل بيربطها بإشارة إيجابية وبيقول لنفسه الله، اعمل ده تاني. والنقطة المهمة هنا إن العقل بيحب أقصر طريق للمكافأة. الكسل مريح، الموبايل بيشدنا بسهولة، والنوم الكتير مغري. ده مش ضعف، دي كفاءة. العقل بيختار الطريق الأسهل عشان يوفر طاقة، هو كده مبرمج على كده. وهنا بقى بنشوف طريقين مختلفين تماماً لنفس الآلية دي. في اللي بيدمن الهروب والراحة، وده طبعاً بيؤدي للركود والثبات في مكانك. وفي اللي بيدمن المواجهة والالتزام، وده اللي بيؤدي للنمو والحركة. الفرق مش في قوة الإرادة، الفرق كله في اتجاه الإدمان. بس الخبر الكويس بقى إن نفس النظام اللي بيخلينا ندمن حاجات غلط نقدر نستخدمه بالظبط عشان ندمن عادات إيجابية. السؤال هو إزاي نعيد برمجة السيستم ده عشان يشتغل لصالحنا؟ في الشرح ده هنركز على 3 أمثلة عملية ممكن نبدأ بيها فوراً: الصلاة والمذاكرة والرياضة. إزاي نحول كل واحدة منهم من واجب تقيل أو عقاب لمصدر قوة نلجأ ليه، مش واجب نهرب منه. بالنسبة للصلاة مثلاً، بدل ما تكون مجرد حركات بنأديها، لازم تتحول لمساحة أمان. نبدأ بالأساسي، بالفرد بس، بتركيز، نربطها بشعور، نطلب حاجة، نشتكي، نفضفض. ومع الوقت هنبدأ نلاحظ الفرق النفسي في الأيام اللي فيها صلاة والأيام اللي ما فيهاش. ساعتها العقل هيبدأ يطلبها لوحده. ونيجي للمذاكرة. السر مش في عدد الساعات خالص، السر في الإحساس بالإنجاز. بدل ما نقول هخلص المنهج كله، نقول هخلص صفحتين بس. الأهم إننا نخلص وإحنا لسه عندنا طاقة، عشان العقل يفتكرها تجربة حلوة. وبعدها نكافئ نفسنا فوراً بحاجة بسيطة. كده العقل هيربط المذاكرة بالمكافأة، مش بالتعب والإرهاق. أما الرياضة، فبدل ما نبدأ بقوة ونتعب من أول يوم، نبدأ بأقل مجهود ممكن: 10 دقايق حركة في البيت أو حتى مشية. المهم مش شكل الجسم في الأول، المهم الإحساس اللي بعد التمرين، إحساس الطاقة والصفاء الذهني ده. لما نركز على الإحساس ده، العقل نفسه هيبدأ يطلب الحركة دي. اللي شفناه في الثلاث أمثلة دول بيوصلنا لسر الإدمان الحقيقي. المحرك الفعلي للتغيير مش القوة أو الضغط على النفس، لأ، ده حاجة تانية خالص. دي القواعد الذهبية اللي بتلخص كل حاجة. أي عادة عايزين نكتسبها لازم نصغرها لأبسط شكل ممكن، نخليها سهلة ومتاحة قدامنا، نكافئ نفسنا عليها فوراً. والأهم من كل ده، من غير أي ضغط. الضغط بيخلق مقاومة، لكن السهولة بتخلق جاذبية. وده بيوصلنا لفكرة عبقرية جدا. يمكن أكبر غلط بنعمله هو محاولة محاربة الإدمان. الصح هو تبديل العادة. بدل ما تحارب عقلك، اشتغل معاه. بدل ما تديله سوشيال ميديا، اديله كتاب. بدل الكسل، اديله حركة بسيطة. وهنا بقى بنوصل لأهم نقطة في الشرح ده كله. المشكلة مش في الشخص نفسه. النظام الداخلي اللي جوانا ده أداة قوية جدا، مش عيب أو خلل فينا. يعني المسألة مش إن في شخصية كسولة أو ضعيفة أو فاشلة. المسألة ببساطة هي وجود إدمان على الحاجات الغلط. ولو قدرنا نوجه نفس قوة الإدمان دي لحاجة صح، الحياة كلها ممكن تتغير. وهنا بتيجي الخلاصة كلها في جملة واحدة: الناس الناجحة مش أقوى من أي حد فينا ولا أذكى بالضرورة. هم ببساطة مدمنين الحاجات الصح. هم بس عرفوا يوجهوا قوة الإدمان الطبيعية اللي عندنا كلنا ناحية النمو، مش ناحية الهروب. في النهاية، أقوى أداة للتغيير موجودة بالفعل جوه كل واحد فينا. السؤال مش إزاي نخلقها، السؤال الحقيقي هو هنوجهها إزاي.